احنا بعد كده هنشتغل عليها، جاي نشتغل عليها، انما انا هشتغل على سنه واحده بس اللي هي السنه اللي على الشمال دي اللي فيها المشكله. حدوده زي دي تاخد قد ايه؟ نص ساعه. خلاص، ما هو ما فيش، انت خرط وبتاع، مفيش، في نص ساعه تعملها وتعمل نفس لون السنان اللي موجوده. برضه اللي انا بفكر فيه، هي البنت مش جايه عشان الاكستريم ميك اوفر، بس انت قررت ان انت تعمل لها اكستريم بالظبط، قررت انت تصلح لها كل سنه. هي من الاول كانت خايفه، قلقانه، تقول لك انا السنان الطبيعيه مش عارفه طبعا، لان حجم البرد اللي بيتعمل زمان من غير الميكروسكوب، مش زمان، لحد دلوقتي مع ناس كتيره اللي بتشتغل من غير الميكروسكوب يبتدي يعمل حجم برد كبير جدا، فيقول لك لا، طب انا اخسر سناني الطبيعيه ليه؟ عشان خاطر انا خلاص انا مش هكمبرومايز او مش هضحي بسناني الطبيعيه في سبيل ان انا احصل على ابتسامه كويسه. طب لو انا مش هضحي، لو انا ما شافت السنه ان هي ما ضحتش بسنانها الطبيعيه وعملت سنه حلوه، طب ما خلاص، طب انا مش هضحي، طب انا افضل معذب نفسي ليه؟ وافضل ماشي بابتسامه انا مش مبسوط منها، وانياب طالعه بره واسنان داخله جوه وسنه مكسوره ومش عارفين واصله لايه. هنشوف دلوقتي، بس بعد فاصل خطه العلاج هنطبقها بقى ازاي، ونبدا ندخل مع مشكله وبعدين برضو البنت مشاكل سنانها بتبقى محرجه ليها جدا جدا، لا بتعرف تتكلم ولا بتعرف تبتسم، زي ما احنا شايفين متردده برضو في اتخاذ القرار. هي جواها عايزه حاجه، لكن حاطه قدام الحاجه دي عواقب كتير او عوائق كتيره، منها فهمها ان دي سنه طبيعيه ومش عايزه تدخل على السنه الطبيعيه. طب السنه الطبيعيه باظت بالظبط، بقى كسرت، يعني هنعمل لها ايه؟ ما هي لو كانت طبيعيه تماما وحلوه خلاص اوكي، مش كده ولا ايه؟ ولو طب حلوه بس اتجاهها مختلف او شكلها مش متناغم، انا برضو مش هاثر عليها لما اشتغل فيها، انا مش هاثر عليها، لان احنا حاجتين، بشيل كميه قليله جدا بالميكروسكوب، بعوض بماده اللي هي البلوكس بتاع الكمبيوتر دي 95% زي ماده السنه الطبيعيه بالظبط، فانا برجع السنه الطبيعيه تاني. تمام. وهنسالك برضو، هل بيحصل نوع من التفاعل ما بين جسم السنه الطبيعيه وبين الماده دي؟ ده سؤال كتير، يعني هل الاثنين بيلتحموا مع بعض فعلا، بيبقى خلاص ما فيش بينهم وبين بعض فرق؟ يعني هل بيحصل نوع من التناغم ده؟ اصل انا يعني فاهم ان العظام دايما في تعظم بيحصل، هل ده ممكن يحصل بين الماده اللي بتركب كتاج او كراون وما بين السنه الطبيعيه اللي تحتيها ولا لا؟ ده فاصل، بعد الفاصل هنطلع ونكمل حوارنا المثير المهم جدا. وخلي بالكم الخطه قد تتغير، ممكن نعمل مناوره بقى هنا، خطه ممكن اغير، العيان جاي لي بطلب ولكن الواقع بيفترض عليا اداء خطه بديله. خليكم معنا، ما تروحوش في حته تانيه. بسرعه شديده جدا هنذهب الى المرحله الاولى في العلاج. اسمحوا لي نرحب بالدكتور شادي. اهلا بك يا دكتور شادي. المرحله الاولى في العلاج ايه بقى؟ المرحله الاولى في العلاج ان احنا بنبتدي ان احنا بالليزر، برضو ابتدي احضر سطح اللثه. دائما وابدا لازم بدايه شغلي بيبقى بالليزر. اوكي، احضر اللثه علشان خاطر تستقبل الشكل بتاعها، يستقبل الطربوش الجديد او الغطاء التجميلي الجديد. والليزر لازم له نظاره، لازم له النضاره، وبنظبط السيتنجز بتاعته، كله يلبس نظاراته ويحمي عينيه، المريض والاسيستنت وكل الناس، ونبتدي ان احنا نشتغل بالليزر. هنا في الحاله دي انا بالليزر ببتدي احضر سطح اللثه وسطح السنه. هتقول لي سطح السنه ليه؟ دي اللي انت كنت بتقول عليها الادابتيشن، ان انا النهارده ببتدي اسيح المارجنز دي، بحيث بقفل المسام بحيث ما يبقاش في اي حساسيه حوالين الطربوش بعد ما يركب او بعد الكفر التجميلي. نبتدي نحضر بالميكروسكوب جزء صغير جدا. الجزء ده زي ما اتفقنا انا بشيل قد ايه؟ بشيل 1 ملم. شايف كميه التكبير بالميكروسكوب يا دكتور ايمن؟ كميه رهيبه جدا، مستحيل تشوف الجنكشنز دي او تشوف الالتحام ده في من غير بالعين المجرده. عظيم. فده هو ده بقى الالتحام. الالتحام بيجي منين؟ سطح الحشوه او التركيبه مع اللثه مع السنه لازم يبقى دقيق، السنه متحضره بشكل ان هي ناعمه جدا، والتركيبه متحضره انها مقفله، والسطح او الحافه بتاعتها نازله بطريقه معينه زي السنه الطبيعيه. هو ده الالتحام. يبتدي ان يحصل لي بعد البكتيريا. البكتيريا دايما اي سطح نظيف، السطح لما بيبقى نظيف قوي بيبتدي يعمل نيجاتيف امبلسز او حاجه طاقه سلبيه بتجذب السطح بتاع البكتيريا. كل ما السطح يبقى رف او خشن او في فراغ يبتدي يجذب كميه من البكتيريا. كل ما السطح يبقى املس او ما فيش فراغات يبتدي يبقى نيوترال، ما يجذبليش كميه من البكتيريا. فيبتدي يحصل ادابتيشن او تفاعل. التفاعل ده تفاعل ايجابي نتيجه للنعومه بتاعه السطح المتحضر، النعومه بتاعه السطح بتاع السنه اللي معموله بالكمبيوتر، والنعومه
في الكونكشن اللي ما بينهم ان هي it is perfect connection. فبالتالي انا النهارده اقدر ان انا اعمل تركيبه عمرها الافتراضي طويل من غير مشاكل. عظيم جدا. تعالوا نشوف مع بعض بقى الترتيب بتاع الكمبيوتر، او بمعنى اصح قرار الكمبيوتر. ابتدي محمد يصور. الدكتور محمد اهو. دكتور محمد قاعد بيصور. احنا دلوقتي بنصور الفك بكاميرا ليزر. دي بدل المقاس اللي كنا بناخده زمان بالعجينه، وانت اكيد جربت الموضوع ده لما عملت السنه دي بره عند اكتر من دكتور. كنت بتستنى لغايه لما العجينه تتحط في بقك وتنشف، وبعد كده تروح للمعمل وتقعدي اكتر من زياره عقبال ما تخلصي القصه دي. احنا دلوقتي بنخلصها كلها في نفس المره.